في الزمن ده محدش هيرحمك، محدش هيحس بيك، لان اصلا مفيش حد قلبه عليك غير ابوك وامك. فخد بالك منهم وبرهم على قد ما تقدر، لان في الزمن ده هتلاقي ملايين من الناس بتتكلم بالدين كويس جدا جدا وهما ما بيعملوش بيه. واكبر مثال على ده انهم بيحتفلوا بمولد النبي وهما ما يعرفوش عنه حاجه. مين زوجاته، مين بناته، مين ابوه، مين امه، مين جده، ما يعرفوش. لان للاسف الدنيا الحلو فيها اتشال، اتنزع، مبقاش فيها خير. فانت ايه اللي مخليك بايع على الدنيا قوي؟ مش معنى كده انك ما تتفائلش، لا اتفائل، بس على قدك، على قد طموحك، على قد حياتك انت بس. لكن بالنسبه للدنيا كبر دماغك، اهتم باخرتك ودنيتك انساها. وفي حديث مهم جدا بيتكلم عن النقطه دي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه ولم شمله واتته الدنيا وهي راغمه. من كانت الدنيا همه جعل الله الفقر بين عينيه وفرق شمله ولم ياخذ من الدنيا سوى ما قدر له. اهتم باخرتك واهتم بجنتك.